الدميه ديال لابوبو اللي خرجت على السيطره وخرجوا عليها مجموعه ديال الاحداث والنظريات اللي مرعبه، والناس كتقول ان هذه الدميه ديال لابوبو كتستخدم في السحر الاسود. بالنسبه للناس اللي ساكنين تحت شي حجره وما عارفينش شنو واقع ولا شنو هي هذه الدميه هذه الدميه ديال لابوبو دايره واحد الشهره اللي خياليه هذه الايام في السوشيال ميديا وخاصه في تيك توك. يكفي غير انك تكتب لابوبو دول اي دميه لابوبو في تيك توك او في مواقع التواصل الاجتماعي، غيطلعوا لك مجموعه ديال الفيديوهات ضاربين ملايين المشاهدات ديال الناس كيشريو هذه الدميه وكيديروا عليها فيديوهات. والثمن ديال الدميه هذه كيتقدر بالاف الدولارات، والنسخه الكبيره اللي كيوصل الثمن ديالها ل 150 الف دولار اللي هي 150 مليون مغربيه. وهنا كتطرح مجموعه ديال التساؤلات كيفاش هذا النوع من الدمى اللي الشكل ديالها اللي مرعب غينتشر بهذا الشكل الخرافي في السوشيال ميديا لدرجه ان فنانين كبار ولاو كيشريوها. واش بصح هذه الدميه ديال لابوبو كتستخدم في السحر الاسود؟ وهذا الشيء كامل غنجاوبوا عليه في هذا الفيديو هذا. غير هو قبل الا كان كيعجبك هذا النوع من الفيديوهات ما تنساش معك واحد اللايك واشتراك في القناه باش يوصلوك الفيديوهات الجايين. ويلا نبداو. القصه كامله كتبدا مع واحد الرسام صيني اللي سميتو كي سينغلو اللي غيصاب واحد السلسله ديال الافلام باسم ذا مونستر سنه 2015. وفي 2019 غادي يشترك مع الشركه ديال بوب مارت اللي تحت عليهم واحد الفكره باش يحولوا هاد الشخصيات اللي بسلسله ذا مونستر لدوما باش يبيعوهم للناس على شكل ايد بوكس، يعني بحال الشكل ديال علبه المفاجآت، وكاينين فيها بزاف ديال الاشكال والانواع. وفاش كتشري هذيك العلبه ما كتعرفش اش من نوع غادي يجي فيك، يعني ممكن يجي فيك شي نوع اللي عادي او ممكن يجي فيك شي نوع اللي نادر بحال النسخه ديال جانجل كين كولد اديشن والنسخه ديال جلو ان ذا دارك ليميتد اللي كيوصل الثمن ديالهم ل 25 الف دولار اللي هي 25 مليون مغربيه. وبلا ما ندويو على النسخه الكبيره اللي كيوصل الثمن ديالها ل 150 الف دولار. وهاد الدميه هذه غادي يشريوها مجموعه ديال الفنانين بحال ليزا وبحال ريانا وبيلي ايليش، وبزاف ديال المشاهير ساهموا باش تولي هاد الدميه ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. والمستفيد الاكبر من هذا الشيء هو مول الشركه ديال لابوبو اللي ولا كيدخل 1.6 مليار دولار في النهار. وخرج مجموعه ديال النظريات اللي كيقولوا ان هذه الدميه ديال لابوبو ملعونه وعامره بالطاقه السلبيه وكتجذب المشاكل لكاع الناس اللي كيشريوها، خاصه ان هذه الدميه في الاساطير الاسكندنافيه كتعتبر جنيه شريره وكتستخدم في الطقوس الشيطانيه. وكاينين فعلا شي اصدارات من هذه الدميه ديال لابوبو اللي كيقولوا انها كتحتوي على تعاويذ سحريه وكتستخدم في اعمال شيطانيه بحال السحر الاسود. وكيقولوا ان هذا النوع كتعتبر افضل وسيله باش يديروا هذه الطقوس الشيطانيه بسبب الشكل ديالها اللي مرعب. والدمى معروفين بانهم كيكونوا مسكونين بالجن وما مزيانش تدخلوهم معك للدار، والدين ديالنا كيحضرنا من هذا الشيء. وكنظن ان هذه النظريات كاملين خرجوهم الناس غير باش يزيدوا يسوقوا للدميه ويشهروها اكثر. وانت شنو بان لك؟ واش متفق مع هذه الهضره هذه؟ والا كان عندك الفلوس واش غتشري هذه الدميه هذه ولا لا؟ سوا الخوت، هادشي ما كان في هذا الفيديو هذا. الا عجبك الفيديو ما تنساش معك واحد اللايك واشتراك في القناه، ونشوفكم في الفيديو الجاي وتهلاو. اغلب الرسوم المتحركه ولا بدا ما كيكون فيهم حلقات اللي مفقوده وممنوعه من العرض حيتاش كتكون مرعبه وعامره بالدمويه وكتحتوي على مشاهد غير لائقه للاطفال. الكرتون اللي غندويو عليه اليوم هو الكرتون ديال توم وجيري، واحد من افضل الكرتون اللي تم الانتاج ديالهم من طرف الشركه ديال MGM واللي تعرض اول مره سنه 1940. وكلنا كنعرفوا ان الكرتون ديال توم وجيري فيه واحد النوع من الكوميديا السوداء بحال مثلا فاش كيبغيو يقتلوا راسهم او يرميو على راسهم المتفجرات. هادشي كامل كتعتبر كوميديا سوداء، ولكن تخيل معايا كاينين شي حلقات اللي مفقوده ولكن بسوداويه ودمويه. واليوم غندوي لكم على واحده من ارعب الحلقات المفقوده من كرتون توم وجيري. والقصه كامله كتبدا مع ليزا اللي في العمر ديال 27